بص يا سيدي، الحكايه وما فيها ان البنكيين الكبار اللي ماشيين العالم وقلبينه سيرك شيطاني مش طايقين نظام ايران، مش علشان سياسه ولا دين، علشان ايران بتطبع عملتها بنفسها وبترفض تبيع البترول بالدولار، وده في قانون ديكتاتوريه البنوك جريمه تستحق الاعدام، زي ما حصل مع صدام والقذافي بالظبط. طب ليه سايبينها لحد دلوقتي؟ السر كله في اصفهان. ايران فيها تاني اكبر تجمع يهودي في المنطقه بعد اسرائيل، والناس دي مش عاديين، دول لهم جذور في قلب الحكم الاسرائيلي، رؤساء ووزراء وقادة جيش. فكرة تدمير إيران عسكريا زي العراق ممنوعة علشان مصلحة اليهود اللي هناك، وعلشان نبوءاتهم عن المسيح الدجال اللي هيخرج من أصفهان. اللي بيحصل دلوقتي إن البنكيين قرروا يغيروا وش النظام، بس يشيلوا العمامة خالص ويجيبوا بديل مودرن موالي لأمريكا والبنكيين. زي مين؟ زي رضا بهلوي ابن الشاه، نظام يفتح البلد للبنك الدولي ويطبع مع إسرائيل في العلن. أما الخناقة اللي بين إيران وإسرائيل فهي مش مسرحية وبرضه مش حرب، هي حرب ظل سياسية. إسرائيل بتستغلها علشان تلم دعم وتخلص على جبهات تانية، وإيران بتستغلها علشان تبان بطلة قدام شعبها وقدامنا احنا كمسلمين. مصلحة الاتنين ان الحرب ما توسعش، بس البنكيين خلاص زهقوا وعايزين ينهوا الفيلم ده ويجيبوا نظام مع الفرازة يخدمهم من الاخر. الدول مجرد عساكر شطرنج في ايد اصحاب الفلوس، وايران دلوقتي في كش ملك، بس اللعبة لازم تتلعب بذكاء علشان يحافظوا على الكنز اللي جوه اصفهان وهم بيغيروا الحكم. لكن الموضوع مش هيقف عند حدود ايران بس، ان سقوط حجر من احجار الضمنه هيهز الترابيزه كلها، زلزال في المنطقه. والدور على مين؟ لو النظام الحالي في ايران وقع وجه مكانه نظام بنكي موالي للغرب، الخريطه اللي نعرفها هتتمسح وهتترسم من جديد. سقوط ايران معناه ان حائط الصد اللي كان عامل دوشه للاطماع الغربيه انهار، وساعتها اللعبه هيبقى على المكشوف. تركيا في وش المدفع. تركيا دلوقتي لاعب بيحاول يمسك العصايه من النص، بس البنكيين ما بيحبوش النص. لو ايران وقعت، تركيا هي هتبقى الهدف اللي جاي علشان تتفكك وتصغر، خصوصا ان عندها ديون ومشاكل اقتصاديه بتسهل ده، وتدخل في فوضى ربيع جديد يهد طموحاتها الاقليميه. مصر بالنسبه للبنكيين جائزه كبرى، ولكن هم مش محتاجين حرب عسكريه معاها، هم شغالين باسلوب الخنق المالي. سقوط ايران هيخلي القوى المسيطره على المنطقه تضغط اكتر على مصر علشان تنفذ اجندات معينه، زي قضايا الحدود والديون والغاز. ممكن تلاقي نفسك وسط كماشه من الفوضى في السودان وليبيا، ودلوقتي ايران الجديده اللي بقت حليف لإسرائيل. الحرب مش لازم تكون بدبابات وصواريخ، الحرب ممكن تكون بالوكالة أو ثورات ملونة مدعومة من بره. الهدف النهائي هو تفتيت الدول الكبيرة زي السعودية ومصر وتركيا، يخلوهم دويلات أصغر علشان ما يبقاش في أي قوة إقليمية تقدر تقول لأ للبنكيين أو تهدد أمن إسرائيل الكبرى. الخلاصة بقى، سقوط إيران مش مجرد تغيير للنظام، ده إعلان حرب على استقلال باقي دول المنطقة. اللي جاي هيكون محاولة لفرض نظام إقليمي جديد ملوش علاقة بالعروبة ولا بالإسلام، نظام بيزنس بحت بيحكموا الدولار والبنك الدولي، وأي دولة هتحاول تعترض السيرك الشيطاني جاهز يفتح فيها عرض جديد. سلام.